في لحظة كلمة من ربنا قلبت حياتها كلها. والعجيب إنها ما سألتش ليه ولا إزاي. وإيه السر اللي خلى العذراء مريم تقول نعم حتى وهي مش فاهمة الصورة كلها؟ تعالوا نعيش معاها اللحظات دي. تخيل معايا الجو كان عامل إزاي. قرية صغيرة وبيوت بسيطة، والعذراء مريم بنت متواضعة وحياتها كلها صلاة وخدمة وهدوء. فجأة وبدون أي مقدمات نور غير عادي يملى الغرفة، والملاك جبرائيل يقف قدامها. مشهد سماوي في وسط الحياة العادية. الملاك بيبتسم ويقول: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. أي إنسان مكانها كان ممكن يتلخبط ويحس إن دي رؤية أو حتى يتراجع بخوف، ولكن العذراء نظرتها كانت ثابتة وفيها رهبة وفيها استعداد تسمع لحد الآخر. الملاك بيقول لها رسالة مش عادية: ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. لحظة صمت كأن الزمن وقف، وعقلها بيقول إزاي، ولكن قلبها بيقول هو الله القادر. في وسط كل الأسئلة اللي جواها، مريم ما دخلتش في جدال طويل، ما طلبتش تأكيدات، ما حطتش شروط، وقالت الكلمة اللي هزت السماء والأرض: ليكن لي كقولك. لحظة إعلان طاعة كاملة، مش بس بالكلام ولكن بتسليم كامل للمستقبل اللي هي مش شايفاه، ولكنها واثقة في مين اللي وعد. طاعة العذراء مريم ما كانتش طاعة خوف أو طاعة مجاملة، ولكن كانت طاعة الحب والثقة. كانت عارفة إن الطريق ده هيكون فيه وجع وفيه كلام من الناس وفيه سفر بعيد وفيه خطر على حياتها وفيه صليب في النهاية، ولكنها ما فكرتش في الراحة الشخصية، فكرت في إرادة ربنا الأول. طاعة العذراء مش بس خلتها أم المخلص، لكنها علمتنا ان الايمان الحقيقي هو اني اقول نعم حتى لما ما يكونش عندي كل الاجابات. طاعتها كانت جسر وصل بين السماء والارض وبين وعد الله وتحقيق الخلاص. بعد ما قالت العذراء ليكن لي كقولك، حياتها اتغيرت بالكامل. اتحركت بسرعة لزيارة إليصابات وهي حامل بالمعجزة اللي الملاك أخبرها بيها. الرحلة كانت طويلة ومتعبة، ولكن قلبها مليان تسبيح. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. هنا بنشوف ان الطاعة مش بس قرار لحظة، ولكن هي مسيرة، وكل خطوة في الطريق كانت طاعة جديدة، وكل موقف كان امتحان جديد، ولكنها كانت بترد بنفس الإجابة: نعم يا رب. علشان كده حياتها بقت أنشودة ثقة تتردد أصدائها عبر الأجيال. كتير بنفتكر ان الطاعة بتكون سهلة لو الطريق ممهد، ولكن العذراء علمتنا ان الطاعة الحقيقية بتظهر وسط الألم. لما اضطرت تسيب بيتها وهي حامل وتروح لبيت لحم في عز الشتاء، لما اضطرت تولد في مزود بسيط، لما سمعت سمعان الشيخ بيقول لها: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. كانت عارفة ان ده مش وعد براحة، ولكنه وعد بحضور الله معاها في كل لحظة. الطاعة مش لغت دموعها، ولكنها خلت دموعها تتحول لصلوات قوية وهزت السماء. الطاعة اللي عاشتها العذراء ما كانتش هي قصتها بس، ولكنها رسالة لينا كلنا. ازاي نقول نعم حتى واحنا مش فاهمين الخطة كلها، ازاي نثق في اللي ماسك زمام حياتنا حتى لما الطريق يكون غامض. يمكن ربنا بيطلب منك خطوة دلوقتي ومش فاهم سببها، ولكن صدق ان اللي بدأ العمل فيك هو امين انه يكمله. الطاعة مش ضعف، الطاعة قوة قلب بيختار يسلم في ايدين اله امين. لو بصينا حوالينا في الكتاب المقدس هنلاقي ان اعظم قصص الخلاص بدأت بنعم صغيرة، ولكن نعم العذراء كانت مختلفة. دي مش بس غيرت حياتها، دي غيرت مصير البشرية كلها. لو كانت قالت لأ، كان ممكن شكل القصة يبقى غير كده خالص، ولكن لأنها سلمت بإيمان صارت هي الباب اللي دخل منه النور للعالم. وكل مرة احنا كمان بنقول نعم لربنا حتى لو في حاجات صغيرة، بنفتح باب لنور جديد يدخل حياتنا وحياة الناس حوالينا. يمكن انت مش شايف اثر الطاعة دلوقتي، ولكن زي البذرة المدفونة في الارض مع الوقت هتطرح وتطلع ثمر. العذراء علمتنا ان الطاعة مش بتضيع حتى لو محدش شايفها، السما شايفاها. وفي اللحظة اللي هنقف فيها قدام ربنا هنسمع نفس الكلمات:
اللي استحقتها العذراء. نعما أيها العبد الصالح والأمين. تخيل معايا كده العذراء وهي واقفة تحت الصليب، المشهد مؤلم والسما سودة وصوت الناس بيعلو بالشتيمة والسخرية، ولكن قلبها كان فيه يقين ان اللي بيحصل مش النهاية، ان الوعد اللي قاله ابنها هيتحقق في اللحظة اللي الكل فقد فيها الأمل. العذراء كانت واقفة، مش بس واقفة بجسدها ولكن واقفة إيمانها اللي مهتزش، لأنها كانت عارفة مين هو يسوع، وعارفة إنه حتى ولو اتصلب ومات هو القيامة والحياة. المشهد ده بيقول لنا إن الإيمان مش معناه إن الدنيا كلها تبقى كويسة، ولكن معناه إنك تمسك في ربنا حتى ولو كل حاجة حواليك بتقول العكس. بعد القيامة والصعود العذراء عاشت سنين طويلة على الأرض، مش بس كأم يسوع ولكن كأم للكنيسة كلها. كانت بتشوف المؤمنين بيواجهوا اضطهاد وبيستشهدوا، وكانت بتصلي معاهم وبالنيابة عنهم. يمكن كان قلبها بيشتاق كل يوم تشوف ابنها تاني، ولكن ما استعجلتش اللحظة، وكانت عارفة ان كل حاجة بتيجي في وقتها. الصبر اللي كان في حياتها مش صبر سلبي، ولكن كان صبر نشيط مليان خدمة ومحبة. وده بيعلمنا ان الانتظار مش وقت ضايع، ولكنه وقت ربنا بيشكل فيه قلوبنا. وبعد ما العذراء رجعت مع يوحنا الحبيب حياتها كانت مليانة خدمة، ولكنها خدمة من النوع اللي ما بيطلعش في الصور ولا الأخبار. كانت بتخدم في البيوت وتواسي المتألمين وتصلي من أجل الكل. ما كانتش بتدور على منصب ولا مجد شخصي، كانت بتعمل كل حاجة بعينيها على يسوع. الخدمة الصامتة دي هي اللي بتبني الملكوت بجد، ولأنها مش محتاجة تصفيق ولا شكر من الناس. تفتكر العذراء لما شافت الجنود اللي صلبوا ابنها كانت ممكن تشيل في قلبها غضب أو مرارة؟ ولكن قلبها كان شبه قلب يسوع اللي وهو على الصليب قال اغفر لهم يا أبتاه. العذراء علمتنا إن الغفران مش ضعف ولكنه قوة إنك تحط الألم في إيدين ربنا وتسيبه يحوله لسلام. يمكن الغفران كان أصعب قرار، ولكن هو اللي خلى قلبها يفضل نقي ونوراني. حتى في آخر أيام في حياتها على الأرض العذراء كانت بتبص قدامها برجاء، مش برجاء في الدنيا ولكن رجاء في اللقاء الأبدي مع ابنها. حياتها كلها كانت دليل إن الرجاء مش وهم ولكنه حقيقة بتخلي الإنسان يعيش وهو شايف أبعد ما الظروف اللي حواليه. الرجاء هو اللي كان في العذراء، كان عامل زي المنارة اللي بتنور في بحر مظلم علشان تهدي السفن للطريق الصحيح. في النهاية العذراء ما كانتش بس أم يسوع، دي كانت مدرسة في الطاعة والتسليم، وعاشت كل يوم وهي بتقول بقلبها لتكن مشيئتك. يمكن حياتك دلوقتي فيها أمواج عالية أو وجع تقيل، ولكن صدقني لما تحطها في إيد ربنا السلام هيزور قلبك حتى وسط العاصفة. لو الكلام ده لمس قلبك شاركه مع حد يكون محتاج يسمعه، وسيب لنا تعليق وقول فيه بسلم لك حياتي يا رب. وما تنساش تعمل لايك وتحتفظ بالفيديو، يمكن ترجع له في وقت تحتاج تسمع فيه الكلمة دي. ربنا معايا ومعاكم ويدينا نعيش حياة الطاعة زي العذراء.